السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حبايبي، ايه رأيكم في الجمال ده؟ عملنا الممبار ما خدش مننا ساعة حشو وتسوية وتحمير، وطالع بالجمال ده. عايزين تعرفوا عملناه ازاي؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل الممبار مع بعض. هنحشيه بطريقة سهلة وبسيطة. لو 10 كيلو ممبار هنحشيهم في 10 دقايق. أسرع طريقة لحشو الممبار. هنعمل مع بعض التخديعة وهنحشيه مع بعض. احنا الممبار بتاعنا غسلينه كويس جدا ونقعينه في الملح والليمون والدقيق ومظبطينه على الآخر. تمام حبايبي؟ بس هننقعه كده ايه في شوية حاجات كده حلوة هتديله ريحة ما حصلتش ولا هتشمي اي ريحة زفارة. تمام. عندنا حبايبي مية بصل، يعني البصل اللي انت بتحضري للتخديعة خدي شوية من مية البصل بتاعها. تمام حبايبي. وعندنا كم معلقة كده ايه من الطماطم. هنحط الطماطم على البصل، هننزل عليهم بشوية ملح وفلفل. بسم الله. وقلبي بقى ايه الحاجات دي كده مع بعض. عايزه اقول لكم بتدي الممبار ريحه تحفه، ما بتشميش اي ريحه زفاره خالص. انزلي بقى ايه الحاجات الجميله دي على الممبار. قلبي بقى، سيبيه بقى منقوع ايه عقبال ما تعملي التخديعه بتاعتك، يكون هو ايه شرب من الحاجات الجميله دي والريحه الجميله دي. تمام حبايبي. نروح نعمل بقى التخديعه مع بعض. تعالوا معايا. دلوقتي حبايبي حطينا حلتنا على البوتاجاز، هننزل فيها كوبايه زيت كده ايه حبه زيت حلوين. تمام. الزيت بس يسخن شويه هننزل بالبصل. اهم شيء يكون انت عامله بصل كتير. الممبار حشوه الممبار بتبقى لازم يكون البصل كتير فيها، بتديها طعم تحفه. بسم الله بسم الله. يعني 3 بصلات كبار كده ايه. بسم الله. قلب كده. انزلي بقى بشويه فلفل اسمر وهي البصله بتتشوح. احنا هنشوح البصله مش هنحمرها، هنشوحها بس ايه تدبل شويه. البصله مع الفلفل الاسمر وهي بتتشوح كده بتبقى ريحتها روعه. كده حبايبي البصله اتشوحت، هننزل ايه بالطماطم بتاعتنا. الطماطم بتاعتنا لازم تكون تقيله ما تكونش صايصه. بصوا ما شاء الله. ننزل برضو شويه كمون، مش كتير، ما نكترش الكمون في المحشي. اي خلطه محشي ننزل بشويه فلفل اسمر تانيين. ما نكترش ايه التوابل يا جماعه، هو فلفل اسمر وكمون وملح وشويه ملح. ملح انتي ظبطيه بقى حسب ما انتي ايه بتحبي. وهننزل بشويه نعناع بتدي ريحه وطعم لخلطه المحشي. اي خلطه محشي بتبقى روعه. شويه النعناع. اللي بقى ايه شم الروايح الجميله. احلى خلطه محشي ممكن تعمليها، احلى تخديره محشي. تمام حبايبي. هنسيبها بس ايه يا دوبك تاخد ايه غلوه، بس تتسبك حاجه بسيطه، مش عايزينها تنشف عن كده. هي اصلا الصلصه بتاعتنا تقيله. تمام. هنسيبها كده ايه 5 دقايق وهقول لكم الخطوه اللي بعد كده ايه. حبايبي غسلنا الرز وصفيناه من الميه خالص،
هننزل بقى بالخضره بتاعتنا. الخضره لازم تكون ايه، تتحط على الرز كده فريش على طول، ما تنزلهاش في التخديعه. تمام، وتكون كتيره، شبت، بقدونس، كزبره، واللي انت بتحبيه. يعني مش عايزه تحطي كزبره ما تحطيش، مش عايزه تحطي بقدونس ما تحطيش، براحتك خالص. بس انا حاطه شبت، بقدونس، كزبره. هننزل بقى بالتخديعه. بقى بالتخديعه نقلب بقى ايه الخلطه الجميله دي. احلى خلطه محشي واحلى تخديعه محشي. اي محشي هتعمليه نفس التخديعه دي. خدي بقى ايه احلى طعم واحلى ريحه. خليكي سريعه، مش واحده واحده، لا، عشان ايدك تاخد على ايه طريقه الحشو. بصوا اهو، ممكن نزوده شويه لان ده ايه الرز فيه قليل جدا. لو الرز فيه قليل هتبصي تلاقي صباع الممبار هيكش على الرز، وهتلاقي الصباع صغير جدا. فاحنا خير الامور الوسط، لا نملاه ولا نخليه فاضي اهو. تمام، هنعمل كمان واحد وكمل بقى علشان ايه نخلص بسرعه. بصوا على السريع كده، على السريع يا جماعه، اسرع طريقه لحشو الممبار. نوزع اللي انا احشيه، نوزعه ايه كده في الصباع كله. ناخد من الناحيه التانيه كده، لما يكون الصباع طويل شويه ايه باخد بقى شويه من هنا وشويه من هنا. بس كده، بس كده اهو. مش مليان، فاضي خالص، بس مش فاضي لدرجه ان ايه الصباع يبقى فاضي ما فيهوش رز. هتلاقوه كش، الممبار نفسه هيكش على الرز وهيبقى الصباع صغير جدا كانك بتاكلي جلد. عشان خاطركم هعمل كمان صباع. ناخد كده نخليه ايه الرز قدامنا كده علشان ناخد منه. بسم الله، سموا الله وانتوا بتعملوا كل حاجه عشان ربنا ايه يملى لكم الاكل بركه. بسم الله. بصوا اللي انا حشيته كله بنزله في الصباع، خد الصباع كله. بس ايه رايكم بقى، ايه رايكم في الجمال ده؟ اسرع طريقه لحشو الممبار. اكمل انا بقى وارجع لكم تاني. 5 دقايق عملنا، بصوا الكميه دي كلها. انا قربت اخلص خلاص، فاضل صباعين وهنخلص. شفتوا بقى السرعه دي؟ سرعه في الاداء، اسرع طريقه لحشو الممبار. كده حبايبي خلصنا كل كميه الممبار بتاعنا ما شاء الله، ما خدتش مننا 10 دقايق. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ تعالوا معايا. هتجيبي بقى اكبر حله عندك، هتحطي نصها ميه، وهتنزلي ببصلايه متقطعه. تمام، ايه نص معلقه فلفل اسمر. بس كده. كده حبايبي الميه غليت، هننزل بقى بالممبار بتاعنا كده. بسم الله. ما ينفعش نسلق الممبار في ميه مش مغليه. ليه؟ لان انت اول ما بتنزليه في الميه المغليه بيلم من ناحيتين. تمام، هوريكم ازاي. احنا لسه منزلين اهو الكام صباع، بصوا لم ازاي من الناحيه دي والناحيه التانيه نفس الحكايه. تمام حبايبي، يبقى لازم الممبار ينزل على ميه مغليه. ننزل بقى ايه بكميه الممبار. لو حسيت ان كميه الممبار كتيره على الحله نحط حله تانيه علشان الممبار يستوي براحته. لما يكون كتير في الحله ممكن يعني يطق، يفرقع في الحله والرز ايه يخرج منه. فاحنا هنحس ان الممبار كتير، لا نعمل حله تانيه ونحط ميه تانيه، ونفس ايه المكونات اللي احنا حطيناها على الميه دي نحطها على الايه المكونات اللي في الحله التانيه. تمام حبايبي، هنسيبه طبعا ايه يتسلق ما بين نص ساعه او ساعه الا ربع. طبعا ايه احنا ايه هنختبره، كلنا ستات بيوت وشاطرين وهنختبره. طلع كده صباع
ونشوف ايه استوى ولا لا، او تضغطي عليه بصباعك كده، طرف صباعك كده، هتلاقي ايه الممبار هتطرى في ايدك كده وتبقى شكلها مستوي خلاص كده. احنا طبعا ايه بصوا كل اللي بتنزل الممبرايه اللي بتنزل بتلم من الناحيتين، ده ضمت كده تقفل على الرز. طبعا مش كل شويه هنقعد نقلب في الممبار، تقليب الكتير في الممبار بيخليه يفتح والرز ايه يخرج من الميه. كده كده هنشوف الكمية اللي احنا نزلناها دي كتيرة، نكمل ولا نعمل حلة تانية؟ بسم الله. انا بجيب من تحت يعني بقى المعلقة بتاعت اللي بقلب، بصوا بجيب من تحت، شفت كله ضم ازاي من ناحيتين. انا كده هعمل حلة تانية علشان خاطر الممبار، بصوا كده تمام، كده الحلة دي تمام، الباقي هعمل له حلة تانية. وزي ما قلت لكم هنسيبه من نص ساعة لساعة الا ربع. يا حبايبي الممبار بتاعنا استوى ما شاء الله، بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله طالع تحفة. ايه رأيكم حبايبي؟ احلى ممبار خلاص صفيناه ما شاء الله، طالع تحفة، طالع حكاية ما شاء الله يعني. بسم الله، بصوا الممبارة مستوية ازاي. طيب دلوقتي هنحمره، قدامنا اختيارين، ممكن تحطيه في صينية وترشي عليه زيت وتحطيه تحت الشواية، وممكن نحمره في الزيت. انا هحمره في الزيت، بس انت قدامك الاختيارين دول والاتنين بيكونوا ايه، بيدينا نفس النتيجة، ممبار متحمر. انا هحمره في الزيت وهرجع لكم بقى ايه بالشكل النهائي واقول لكم اتفضلوا معانا. حبايبي خلصنا الممبار بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، طالع حكاية. عملنا مع بعض خطوة بخطوة، ما خدش مننا وقت خالص، أسرع ممبار عملناه مع بعض وأسرع طريقة حشو. اعملوه جربوه بالطريقة بتاعتي هيعجبكم جدا، مش هياخد منكم وقت خالص. حبايبي ما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.